اهلا بكم من جديد. بما اني مفيش فيديوهات خالص والفتره دي انا موقفه خالص، وده بسبب ظروفي للاسف. كل فيديو بقعد اقول لكم ان شاء الله الفيديو قادم وان شاء الله نعمل مع بعض، بس للاسف ظروفي موقفه الفيديوهات. سواء رسم، قصائد، ايا كان يعني، على قناه المبتدئين للرسم. فللاسف يعني الظروف موقفه كل ده. فالنهارده حبيت في اوضتي انا واختي، كنا لسه عاملينها جديد. فحبيت ان انا اوريكم المكتب بتاعي بعد ما شاركت الاوضه مع اختي واختي التوأم. ف فحبيت اوريكم مكتبي وكمان مكتبها. هو مكتبي ما فيهوش حاجه صراحه، بس حبيت اوريكم شكل الاتنين مع بعض، وعلى السريع هوريكم مكتبي. فيلا بينا. يعني حبيت انه يعني عشان ما ننفصلش كتير عن بعض، فلمحة بسرعة. اوكي، يلا. اوكي كده واحنا داخلين نلاقي هنا في السرير، وهنا ادي مكتبنا احنا الاتنين. المفروض هي كمان ليها مكتبة زي مكتبتي كده، بس هي ما مش بتستخدمها. ف زي ما انتم شايفين مكتبها فاضي، مفيش غير اللابتوب. هنيجي عند مكتبي في الزرعة الصغنونة ديت، اللي احنا بنسميها عندنا الشمعدانة. هي ليها المفروض مسمى تاني، فنسميها الشمعدانة او مش عارفة. المهم اللي هي الزرعة الصغنونة ديت خليها شكل المكتب حلو. المفروض ان الشمعة ديت خليني اظبط الاضاءة. طيب، حاسة ان كده افضل. المفروض ان هي دي اسمها مش الشمعدان، انا غلطت. هي شمعة. انا مش عارفة قلتها لكم قبل كده ولا لا. المفروض ان هي ليها فتلة وليها غطا. فالمفروض ان الشمعة بتنيها كتر ما احنا بنقيدها هي ما بتخلصش. فانا لما قيدتها من تاني مرة الفتلة بتاعتها باظت. فانا رحت جايبه شمعة بيضة تانية وحطيت فيها، فكان شكلها حلو بالشكل ده. انا حطاها شكل يعني. الاقلام بتاعتي حطاها في المج ده. الدفتر ده بكتب فيه، والنضارة ده الشاي الاخضر لسه بشربه. هنا حاطه الدفاتر بتاعتي بقى، والمنبه، كوبايات، يعني شويه تفاصيل ما لهوش لزوم ان احنا نتكلم عليها، يعني معروفه. على الكرسي حاطه الروب بتاعي اللي دايما بستخدمه فحطاه. وهنا في ورقة لقصيدة لسه كاتباها، فإن شاء الله إن شاء الله هكتبها في القناة التانية في فضفضة شعرية إن شاء الله. هسيب لكم اللينك تحت عشان تشوفوه وتشاركوا في القناة. أوكي، بس كده خلصنا. والطبعة بس مفيش حاجة تاني. المكتبين جنب بعض. يعني المكتب ده هو كل حاجة أنا بقضي فيها وقتي. و صراحة يعني ال24 ساعة بتوعي المكتب والقراءة أو الكتابة والقهوة. فمفيش حاجة تانية بعملها غير إني بقعد على المكتب. ممكن يجي وقت أزهق وأمل، وده شيء طبيعي في الإنسان بسبب إن هو طول الوقت بيعمل حاجة واحدة. فأنا بزهق نتيجة إن أنا حاسة بزهق، أنا مش عايزة أزهق من حاجة زي كده. ف انا بحب المكتب جدا، بحب القراءة جدا، بحب الكتابة جدا. بكون منتظرة دائما ان يجيلي افكار، ان يجيلي الوحي، ان يجيلي كلمات عشان اكتبها. فدي حاجة جميلة جدا. بحب كتير جدا ان انا يجيلي افكار عشان واشكال ديكور علشان اغير في المكتب. دي حاجة انا بحبها جدا. انا مجنونة جدا بالحاجات اللي زي كده، وانا اعترف بيها، بس انا بحبها يعني. ما هياش انا مش واخده فكره وحشه عني بالحاجات ديت، انما ممكن كتير يقول عني انه انت زي كده، انت يا بنتي كفايه اللي انت عم تعمليه ده، بس انا ما بطلهاش. فانا اشجعكم عن القراءه، اشجعكم بالكتابه. في رواية أنا بدأت فيها برواية كونسيلر بتاعت الدكتورة والكاتبة نرمين أحمد الله. اكتبوا دكتورة نرمين أحمد الله، هتظهر لكم روايات كتير من على النت. الروايات اللي على النت طبعا مش مطبوعة علشان هي بتبقى طويلة، وروايات مطبوعة تقدروا تشتروا الكتاب علشان الرواية ممكن تكون أقل. وطبعا في كتابين كتاب كتير. مش عارفه اجمعهم ايه. انا احب الكاتب اكتر من الكاتبه يعني. بس مش عايزه اطول اكتر من كده. ف كنت عايزه ارغي معاكم شويه، بس مش عايزه اطول اكتر من كده عشان الفيديو ما يبقاش طويل وممل معاكم. ف مع السلامه.